احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده عملنا لكم بقى كده اكله على السريع كده، حيره على الاكل كل يوم. فالاولاد طلبوا مني نعمل رز اللي هو بالعدس الاصفر اللي هو كشري، في بلاد كتيره بتسميه كشري برضه. وعملنا جنبه بيض مدحرج اهو. تعالوا بقى نشوف الطريقه. جبنا بقى الحله بتاعتنا، وجبنا حطينا فيها شويه زيت قد كده، يعني مثلا 3 4 معالق زيت. وكنا مقطعين بصله رفيع خالص عشان برضو ما تبانش في الرز. طبعا هنقلبها كويس جدا لحد ما تدبل معانا وتاخد معانا لون كده خفيف. طبعا عايزينها تدبل معانا بسرعة، بنحط رشة ملح خفيفة كده على البصلة. طبعا الرز بالعدس الاصفر طعمه جميل جدا، واكلة سريعة ومتاخدش وقت خالص، وغدا. جبنا كوباية عدس، كوباية ونص من العدس، طبعا نقيتهم كويس جدا، وهنحط عليهم كوبايتين من الرز. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شكله جميل جدا وطعمه اجمل بصراحة. طبعا هنقلبهم كويس، طبعا انا منقيه الرز لوحده والعدس لوحده، وبعد كده خلطتهم على بعض. بس هنرجع بالبصله بتاعتنا، خدت لون اهيت، بس المفروض بتبقى فاتحه شويه عن كده، يعني عقبال ما غسلت الرز كانت احمرت شويه، بس هي بتبقى ايه فاتحه شويه عن كده. غسلت طبعا الرز كويس جدا مع العدس وصفيته، وطبعا حطيناه مع البصله لحد ما يتشرب خالص. هنديله بقى تقليبه كويسه كده لحد ما يتشرب، ياخد ويدي كده مع البصله، ما يبقاش فيه نقطه ميه. بس كده هنديله تقليبه كويسه كده. هنحضر بقى البهارات بتاعتنا. هنجيب ملح وواحدة ماجي وكمون وفلفل اسود وحبة كاري صغيرين جدا، يعني اقل ربع معلقة كاري كده، تديله بس لون بسيط كده. طبعا ونقلبه برضو كويس جدا لحد ما يتشرب كل المكونات مع بعض. نكون محضرين المية بقى بتاعتنا، اللي مستعجل عليه يحط مية من الكاتل مغلية، بس انا بصراحة ما كنتش مستعجلة فحطيت مية عادية من الحنفية. بس كده هنزل عليهم بالمية. طبعا كان متشرب خالص، مكانش فيه ميه خالص، فانا بصراحه بحط ميه فوق الرز بشويه، وبعمل بقى اختبار المعلقه. بنزل طبعا كل اللي في الجناب، وطبعا بحط المعلقه كده في النص، لو وقفت يبقى كده الميه بتاعته مظبوطه. بصوا واقفه ازاي، فكده مظبوطه. لو وقعت تبقى عايزه شويه ميه تاني. بصوا مظبوطه كده خلاص. هنغطيه بقى، نغطي عليه كويس ونسيبه بقى ايه لحد ما يتشرب معانا، وبعد كده نهدي عليه النار كده كل ده والنار عاليه. بصوا اتشرب معانا شويه ازاي. طبعا انا عندي شياطة بحطه عليها ووطي النار خالص. كنا جبنا البيض بقى وبيتسلق معانا اهو. طبعا حبة مية وحبة ملح، مش سلق البيض مش صعب يعني. اتشرب معانا الرز خالص، وهو دخل في السوا كمان اهو. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، مفلفل وجميل. وخلينا اقول لكم على الريحة بقى، كانت الريحة مالية الشقة بصراحة، وعجب الاولاد جدا. اعذروني بقى على الدخان. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هغطي عليه تاني وهسيبه برضو شوية. احضر بقى اعمل الدقة. كنت عاملة قوطة مخللة، معلش واخدة برد فصوتي عامل شوية. كنت عاملة الدقة دي قبل كده معاكم في القناة. البتنجان، دقة البتنجان والسمك كنت عاملاها معاكم في القناة. واجيب بقى طماطم كده بقطعها طرنشات او حلقات اللي انتوا حابينها، او قطع صغيرة، وبنخللها كده بتبقى حلوة جدا مع الرز بعدس ومع البيض. وفي ناس بتحب تاكل ترشي معاها، وبتحب تستعمل برضو مية الترشي برضو بتبقى جميلة مع الرز الاصفر ده، او بتنجان مخلل، يعني اللي انت حباه، بس اللي موجود في البيت انا عملته، يعني ايه حاجة سهلة وموجودة في البيت. بس ما شاء الله تبارك الرحمن، وكان يوم جميل جدا واتغدينا وكان كله تمام بصراحة. بصوا خلصنا كده. هنجيب بقى قشرنا البيض بتاعنا طبعا. جبنا بقى ايه قد 3 4 معالق سمنة كده، سمنة بلدي. وهننزل بقى بالبيض
طبعا لازم نحط له ملح في السليق عشان خاطر يتقشر معانا بسهوله. طبعا اتقدحت السمنه، هننزل بقى بالبيض بتاعنا. طبعا لازم نهزه كده، عشان كده مسمينه بيض مدحرج يعني، في بلاد كتيره بتسميه اسامي كده غريبه. بس هنديله بس تقليبه كده، يا دوبك ياخد لون بس بسيط. طبعا هنزل عليه بالبهارات، فلفل اسود وملح بس، مش اكتر يعني، هم دول كده بس كفايه عليه. بس كده وشويه ملح. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهو غدوه كده على السريع، وكلها طبعا فيتامين ومغذيه. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. متنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده، وبألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي.